اهلا وسهلا بيكم. النادي الاهلي بعت امبارح القائمه الاوليه للفيفا اللي فيها 35 لعيب، هتنزل بعد كده ل 23 لعيب في 25 يناير. القائمه ضمت اربع حراس: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، وحمزه علاء، محمد هاني، واحمد رمضان بيكهام، وياسر ابراهيم، وبدر بنون، ورامي ربيعه، وسعد سمير، وايمن اشرف، وعلي معلول، ومحمود وحيد، وعمرو السوليه، والي ديانج، واكرم توفيق، وجونيور اجاييه، وقفشه، ووليد سليمان، وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات، واحمد نبيل كوكا، وصلاح محسن، ومروان محسن، ومحمد شريف، واحمد ياسر ريان، ومحمد شكري. المستبعدين كانوا كالتالي: ناصر ماهر، وجيرالدو داكوستا، محمود متولي، ومحمد محمود، كل دول بسبب الإصابة. الأهلي أيد زي ما قلت لكم بواليا محليا، أفريقيا هيسجلوا يوم 10 يناير طبقا لقواعد الفيفا. ده بالنسبة للنادي الأهلي. بالنسبة اتعملت بعض التعديلات من لجنة المسابقات على مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز اللي تعارضا مع مباريات كأس العالم. ده كلام محترم. سموحة مع البنك الأهلي هتبقى يوم الثلاث 12 يناير الساعة 2 الظهر بدلا من 15 يناير. المصري مع الزمالك باستاد الجيش 12 يناير الساعة 5 بدلا من السبت 16 يناير. الأهلي مع الإنتاج الحربي في استاد السلام 12 يناير الساعة 7:30 بدلا من الجمعة 15 يناير. انبي مع سيراميكا، خلي بال حضرتك بس. الاهلي مع الانتاج عشان الناس برضو بتقعد تتكلم، برضو الزمالك مع المصري. يعني الزمالك هيلعب سبت وهيلعب ثلاث. ادي الدوري العام. يعني قصة صعبة جدا وخلاص بقى في نظام انت ماشي عليه. الاهلي بص حضرتك كان لاعب في وسطهم مباراة افريقيا، ولعب بيرجع مباراة تانية، يعني عدد مباراة كبير جدا، ولكن خلاص هي ظروف الموسم بتقول كده. يعني طيب خلينا بمناسبة التأجيلات، تم تأجيل مباراة سموحة والإنتاج الحربي في الدوري لظهور حالات كثيرة في فريق نادي سموحة 11 لاعب. في بيان مهم جدا أصدره نادي الزمالك. البيان كالتالي: معناه يعني البيان ان النادي مستغرب جدا انه النادي الوحيد اللي بيجي لعيبته عروض دلوقتي هو نادي الزمالك. يعني حاجة غريبة جدا. فقال لك يعني الشكل عجيب جدا، وبالتالي قفلنا كل الابواب قدام قائمة الاحتراف. يعني مصطفى محمد، اشرف بن شرقي، فرجاني ساسي، زيزو، الونش، محمود علاء. يعني تحس ان انت عايز تدمر النادي ليه كده؟ حضرتك عايز تدمر النادي ليه؟ ده بيان رسمي اصدرته اللجنه المسؤوله عن نادي الزمالك. اصدرت هذا البيان بمعناه انها بتقفل الباب تماما في هذا الامر. يعني فانا الحقيقه يعني مستغرب، وانا قلت الكلام ده 15 مره، اكتر من 15,000 مره كمان، لكن محدش كان بيسمع الكلام، وكل الكلام ما كانش بيوصل لاي حد من الزمالك، وبرضه الكلام ما كانش بيوصل للجنه الزمالك. في ناس مهاويس برضه في نادي الزمالك وبتمشي مع مهاويس. المهم ان الزمالك خلاص قفل الباب تماما في وجه كل الكلام اللي اتقال ده. وساسي طبعا غايب وهيرجع الجمعه، والماتش يوم السبت، يوم مش هيبقى موجود ساسي. ودي ثالث مباراه على التوالي، مره قالوا اصابه في رجله، مره قالوا الضمه، ودلوقتي مش عارفين هيقولوا ايه. الحقيقه انا عمال الف وادور حوالين نفسي في موضوع الزمالك. بيحتفل ب 110 سنه وعاملين له حلقه انا مع بيان نادي الزمالك. هو في ايه يا جماعه؟ هو يعني تاني انا قلت امبارح مين اللي بيلعب في ثالث الولاد، دلوقتي مين اللي بينخرب في نادي الزمالك ويدعي الزملكاويه، يدعي انه خايف على النادي، وان النادي ده في قلبي والنادي ده في عيني. مين اللي بينخور؟ بيفكرني بواحد كده تاني بس بره مصر. مش معقوله يا جماعه، مش معقوله. الزمالك طبعا يا جماعه استعرضت رؤساء واستعرضت ابناء واستعرضت بطولات في الزمالك. يا نهار ابيض، ده الزمالك ايه ده؟ حرام ان انتوا يا زملكاويه فوقوا. بقول لكم للمره ال 300 فوقوا. الزمالك مش ملك لحد، الزمالك ملك لجمهوره، ملك لرموزه، ملك لاعضائه.
لحد امتى هقول لكم كده؟ اوعوا تصدقوا اللي بيكذب عليكم. الكذاب ده بيبقى صوته عالي ويبقى محتال وبيبقى لانه بيحتال على الناس بمعلومات غير صحيحه. حضرتك صدق تاريخك. انت حضرتك يعني بص لتاريخك على حقبه معينه، مش معقول، والله العظيم ما معقول. انا لما اجي اتكلم عن الزمالك من ايام ما نبيل نصير، وبكلم وليد محسن، وبكلم عصام بهيج، واتكلم عمر النور، واتكلم حسن شحاته، واتكلم وجعفر وغيره وعلي كريم وغيره، كل ده بتكلم وافضل اقول اسماء ما انزل الله بقى من سلطان وياكن وغيره وغيره وغيره، يعني بسمي ناس كتير جدا. هقول ايه تاني؟ هقول وعيد على مين ومين ومين، اقول على اسباب واسماء غريبه جدا. زكي عثمان كمدرب وكلاعب، اقول اسماء ما انزل الله بها من سلطان، احمد سلطان او احمد رفعت او عبد الحليم محمد، يعني ناس كتير جدا اسميها لكم يعني في الزمالك.